انا بغيت غير نعرف شي وحدين في هاد اوروبا ومعاقدين من المغرب، سبحان الله العظيم. والبارح كنسمع شي وحدين في واحد اللايف كيقول لك الناس في المغرب 70% ما كيصيبوا ما ياكلوا، والناس 70% في المغرب اللي بالجوع. وانا بغيت غير نسولك اخويا المغربي الزليجه الحجره د الواد، واش حنا في 2025 وانت باقي كتهضر لي على شي حاجه سميتها الماكله؟ اقسم بالرب الذي خلق السماوات والارض، وهذا المغرب بلد الخير وبلد الضيافه، والناس في المغرب اخويا المغربي والله ما كاين شي واحد بالجوع، الا الناس في المغرب راه عندهم شي حاجه سميتها القناعه، والناس كلشي شبعانين. راه هادشي هذا راه ما كاينش في الدول كاملين، كاين في الدول الاسلاميه. راه في اوروبا راه عندك الفلومينا وكتخلص مزيان، وعندك الشهريه مزيان وخدام، ولكن ما عندكش يا فيناه شي حاجه سميتها القناعه. راه القناعه ما كيعطيهاش الله لاي واحد. انت عارفك عندك الطوموبيل وخدام وكتخلص، والله ما عندك القناعه. ولكن حنا المغاربه كنتخلصوا ب 100 درهم وكنتخلصوا ب 150 درهم وكنتخلصوا ب 80 درهم، وعندنا شي حاجه سميتها القناعه. والقناعه ما كيعطيهاش الله لاي واحد، كيعطيها للناس اللي فيهم خوف الله. انا بغيت غنعطيك سؤال وجاوبني. حنا عندنا في المغرب اخويا المغربي راه محتفظين على الدين ديالنا وعلى المغربي ديالنا وعلى الدين ديالنا، وكنقريو ولادنا القران وعايشين في الوطن ديالنا بخير وعلى خير. ولكن انا نعطيك السؤال، واش ولادكم في اوروبا واش ما كيقريوهمش المثليه؟ وعدد من الناس كنسمعهم كيقول لك انا هربت من ديك الدوله هذيك لان انا خفت على ولادي يهربوا لي على الدين. انا شفت ولادي كيقريوهم المثليه في المدارس ديالهم وكرهت اوروبا وما باقيش يرجع لاوروبا. واش هذه زعما نتوما ما على بالكمش هذه كيقروها الاولاد ولاد العرب في المدارس في اوروبا؟ سؤال وجاوبني. السلام عليكم.